اهلا بكم اصحابي ومتابعيني في كل مكان. طبعا طالعين النهارده نتكلم عن الصفقات بتاعت نادي الزمالك اللي هي خلصت واللي لسه بيفاوضوا فيهم. دلوقتي احمد شريف دوت خلاص خلص زملكاوي. المهدي سليمان خلاص خلص زملكاوي. عمرو ناصر بتاع فاركو خلاص خلص زملكاوي. احمد ربيع بتاع البنك الاهلي خلاص خلص زملكاوي. شيكو الانجولي خلاص خلص زملكاوي. ادم الكايد خلاص خلص بقى زملكاوي. دلوقتي اللعيبه دي كلها خلاص خلصت خالص، يعني خلاص خلصنا فيهم وبقوا زملكاويه فعلا. تمام، بس في كيد نسا الواحد برضو مش عايز يخلص منه. الخرتيت حاطط دماغه برضو في اللعيبه اللي احنا بنخلص فيها. تمام، بالنسبه لحامد حمدان بتاع بتروجيت، اللي يخلي نادي كبير بحجم نادي القطري عايز يخلص فيه وياخده. ودلوقتي الا اذا كان بقى في شوشو الحق ومش الحق ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا يا عم ان شاء الله حتى توديه بوركينا فاسو مش فارق معاه. تمام، باقل لعيبه هنحط عليكم برضه. انا حبيت بس اقول لي كده عشان في برضه يعني انتوا عمالين تقولوا احنا فوق الجميع وعمالين تحركوا الدنيا كلها وكلها مصالح شخصيه وعادي. تمام، خليك راجل لراجل وتعالى نافسني في الملعب. لا مفيش. وناسي ان ربنا بيقول ان الله لا يصلح عمل المفسدين. ابعتها له يمكن ياخد باله. ونلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.